ليه البريكر ممكن يفصل تاني بسرعة حتى لو انت رجعته وشغلته تاني؟ في سبب خبيث ومش ناس كتير بتاخد بالها منه. اوقات كتير البريكر لما بيفصل بسبب اوفرلود او شورت ونيجي نرجعه من تاني بنفتكر ان كل حاجة تمام كده خلاص. لا، الحقيقة لا خالص. في الحقيقة ممكن يكون في طرف او اتنين ما حصلهمش تلامس كويس. يعني البريكر ظاهر انه شغال بس واحدة من الفازات مش متوصلة فعليا. وايه اللي بيحصل في حالة زي كده؟ بيتم توزيع الجهد على الفازتين التانيين، وده بيخليهم يسحبوا تيار اعلى من الطبيعي فبيرجع يفصل تاني بسبب الاوفرلود. وهلما جرى، يعني المشكله مش في الحمل، المشكله في التلامس ذات نفسه بتاع البريكر. ده بيحصل كتير مع البريكرات القديمه او اللي فيها نقاط تلامس بدات تتاكل بالفعل. الحل بعد اي فصل لازم تكون تفحصوا تزامن التلامس ما بين الاطراف الثلاثه. استخدم المالتي ميتر عشان تتأكد ما بين ان الجهد اللي طالع مظبوط على كل فازة. وليه نشك اصلا؟ افصل البريكر وفكه وافحصه، لازم تتأكد من نقط التلامس بتاعته وشوف اذا كانت كلها بتقفل في نفس الوقت ولا لا. باختصار، ما تطمنش البريكر بس لانه رجع يشتغل، لازم تتأكد ان كل اطرافه فعلا متلامسة. التجاهل هنا ممكن مش بس يسبب فصل متكرر، يعني ده ممكن يعلي الحرارة ويحرق الموتور او الكابل اللي وصل له حتى. المهم ما تنساش تشترك، تشارك، تعمل لايك.